في واحد أمريكي ما كانش قادر يدفع فاتورة الكهربا، فراح عامل فتحة في سقف بيته وركب فيها قبة زجاج، ومن اللحظة دي ما بقاش محتاج يدفع ولا مليم عشان النور. الأوضة كانت ضلمة وكئيبة، اتحولت فجأة الأوضة منورة بنور الشمس. بس يا ترى إزاي الشمس بتدخل من القبة دي؟ القبة دي عبارة عن جهاز كروي بيجمع ضوء الشمس من كل الاتجاهات ويركزه. القبة دي متوصلة بأنبوبة نور، الأنبوبة دي من جواها مغطاة بطبقة معدن عاكسة جدا، بتخلي الضوء يلف جواها بكفاءة 99.7%. الضوء بيفضل يتنطط جوه الأنبوبة لحد ما يوصل للأوضة ويملاها نور. وفي الآخر الأنبوبة فيها حاجة اسمها موزع للضوء، بيفكك النور المركز ويوزعه في الأوضة كلها بشكل متساوي. طب وفي الليل بيعمل إيه؟ هاقول لك بالليل بيعمل إيه. المنظومة دي فيها كمان خلايا شمسية بتخزن طاقة من الشمس طول النهار، وتشغّل النور بالليل. يعني عندك نور 24 ساعة من غير ما تسحب ولا واط من شبكة الكهربا، حتى لو شركة الكهربا قررت تفصل النور. كل يوم في ناس بتعيد تعريف معنى إنك تعيش على نور الشمس، وهو ده المعنى الحرفي للكلمة. هل تفتكر النظام ده ممكن نطبّقه في مصر في ظل الهبة الربانية اللي ربنا مديها لنا في قوة الطاقة الشمسية اللي موجودة عندنا؟ مستني رأيكم في التعليقات. وأخيرًا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد، وشكرًا.